وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح التفاؤل، صباح الهنا على عيونكم. ازيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين مطبخ سحر، حطوا لايك. بيقول لكم حطوا لايك. نسمي الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، حبيبي وشفيعي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح القرص الفلاحي، صباح الهنا على عيونكم. احلى متابعين مطبخ سحر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايه يا سحر اللي انت بتعمليه ده؟ ما انا قلت لكم بقى صباح القرص الفلاحي، صباح الحمام الصاحي. إيه بصوا بقى، احنا قلنا بقى ايه النهارده؟ يعني كان ولاد بنتي عندي زي ما انتم شايفين كده، وبصراحة هم اللي عملوا لكم المقدمة، والله العظيم والله العظيم. كل ما اجي ابدا الفيديو الاقيهم معايا في المطبخ. المهم رحت بقى ايه زي ما اقول لكم كده، زي ما انتم شفتوا المقدمة كانت جميلة ازاي. المهم معانا إيه 2 كيلو دقيق كده، 2 كيلو دقيق نخلنا الدقيق بتاعنا. وحطيت ايه اللي حطيته دي يا سحر؟ حطيت شوية سمسم كده، وحطيت معلقة بيكنج باودر حلوة كبيرة. تمام. وايه اللي انت حطيتيه ده تاني يا سحر؟ حطيت معلقتين خميرة فورية. وايه اللي انت بتحطيه ده تاني يا سحورة؟ هقول لكم انا هحط ايه. ده لبن بودرة. ماشي، انا كنت هحط معلقتين كبار، لقيت فايت حاجة بسيطة رحت حطهم. خلي البساط احمدي كده، وان شاء الله باذن الله. والحاجة كده يعني اديها كفايتها واديها حقها، ان شاء الله باذن الله هتطلع حلوه وزي الفل وقمر. تمام. ايه اللي انتي حطيتيه في البرطمان الاحمر اللي ماشي ده؟ هقول لكم ايه اللي انا حطيته في البرطمان الاحمر ده سكر. انا حطيت حوالي يجي 3 4 معالق سكر كده. إيه اللي عايز يحط ما يحطش، ودي مش اجباري يا جماعه. انت بتحبي القرص بتاعتك تبقى مسكره شويه، مفيش مشكله حطي. وهنا قلبت الدقيق بتاعي بالحاجة، وايه ورحت مفضية كوبايتين سمنة حلوين كده محترمين. بصوا، وما بستخسرش، اوعوا تستخسروا في الحاجة اللي انتوا هتاكلوها. إيه ان تقولي دي لا هتبقى كتير، لا الحاجة هتبقى برضو يعني الحاجة تدوها في المعقول هتطلع حلو. وايه ده بقى؟ ده قشطة. قشطة يا قشطة. قشطة فلاحي يا حلاوة يا حلاوة القشطة. يا صبايح الزبدة السايحة وبراميل القشطة النايحة. يا عيني، الله عليا. وهنا بقى حطيت ايه بقى؟ ايه يا صح اللي انت حطيتيه ده؟ حطيت لبن. حطيت كوبايتين لبن كده ورشة فانيليا سايلة لاني كانت عندي سايلة. ونزلت زي ما انتوا شايفين في العجانة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. إيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بعشق العجين يا جماعه، والله العظيم حاجه كده بتبقى يعني مش قادره اقول لكم. انا بفكر ان انا اجيب العجان، بس طبعا في حاجه كده انت بتحبي تعجنيها بايدك. ماشي. طب واللي ايده وجعته زي حالتي كده والاوتار بتاعت ايدي باظت ومش عارفه فيه. والله كريم منبه عليا ايه اللي ما تضغطيش عليها، بس هعمل ايه بس. وهنا بقى كنت عجنت سبتها شوية ترتاح، وبعد كده بدأت أقطع فيها أو أقرص فيها زي ما انتوا شايفين كده. يا سحر اللي انت عاملاه في نفسك ده. بصوا أنا قعدت في الأرض يا جماعة، يعني اعذروني، يعني أنا برضو السن له حكمه يا جماعة. قعدت في الأرض، أيوة قعدت في الأرض، بس الأرض ترضى بينا. المهم بدأت أقرص فيها كده. ده أنا قعدت شوية هنا وقعدت شوية في الصالة بره، بس بصوا يعني مش قادرة أقول لكم. بصوا أديني بدأت كده إيه، جبت الصواني بتاعتي وبقيت اقطع وانا قاعده، وقرصتها او قطعتها زي ما انتوا، زي ما اي حد بيقطع القرص الفلاحي يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. المهم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويشترك. وايه رايكم في القرص الجميله التحفه دي؟ ب2 كيلو بس دقيق عملنا حبه قرص زي الفل، وزي ما انتوا شايفين كده. بصوا هشه وجميله وطريه جدا. بصوا طريه، وكانت طعمها جميلة. بصي ربنا بيبارك في القليل.
ال2 كيلو عملوا لي حبه قرص حلوين، وبالف هنا وشفا للي كان منها يا جماعه، والله العظيم 3. واقسم بالله اقسم بالله كانت جميله جدا جدا جدا. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.